محمود سعد في فيديو ليه على يوتيوب طلع وقال ان باباه وهو صغير سابهم وان مامته هي اللي ربته. علشان كده قال انا بابايا بالنسبه لي ليه عندي حسن المعامله والدعاء، لكن ملكش عندي حب. ودي حاجة في منتهى الشجاعة ان هو يطلع ويقولها في مجتمع ما بيفرقش ما بين الاب والام الاسوية اللي لينا ان احنا نحبهم ونقدرهم، والاب والام المؤذيين اللي حقنا جدا ان لو بدأ يبقى تأثيرهم سلبي لازم نحط لهم حدود ونبعد عنهم بدون اي شعور بالذنب، وما نبقاش عندنا اي خجل تجاه الموضوع ده. بس مش ده اللي بيحصل. لو شخص قرر يتكلم عن ان هو علاقته بباباه او بمامته مش احسن حاجة او بعيدة عنهم، الناس بتبدأ تتجادج. وحتى لو الشخص ده قال لا اصلا يعني تاثيره ما كانش ايجابي، الناس بتقعد تقول لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ ازاي؟ ده باباك ده مامتك في الاخر، وبالوالدين احسانا. مش لما نبقى والدين، مش لما يقوم بدوره كأب او ام ساعتها ينطبق عليهم؟ لما اب او ام يبقوا من هم اولادهم اطفال تخلوا عنهم او كانوا عايشين معاهم بس كان اولادهم ما بيشوفوش منهم غير اهانه، تهزيء، ضرب، تعنيف، مقارنات باشخاص تانية، ابسط الاحتياجات اللي الاطفال كانوا بيطلبوها كان بيحسوهم ان هم اوفر وان ما فيش حد عمره هيستحملهم وهيديهم ده، لغايه لما اولادهم كبروا. ومهما كبروا في الشغل وفي الحياه لغايه دلوقتي بيتعالجوا من اللي اهاليهم عملوه فيه. هل دول يحسبوا اباء وام المفروض ان احنا نحبهم وندعمهم؟ لا، انت ليك عندي الدعاء وليك عندي لو قدرت اساعدك بشكل ما اساعدك. اكتر من كده انت ما قمتش بدورك اللي انت كان المفروض تقومه عشان تبقى اب وام، علشان تتعامل كأب وام. لو اي حد بيشوف الفيديو ده ما شعروش بالذنب تجاه اشخاص زيكوا وداسوا عليكوا، ان اللي فيكوا حاسس ان كل ما بيحاول يضغط على نفسه عشان يتقرب من الاب والام اللي بعد السنين دي كلها افتكروا ان هم اب وام وجايين بس يطلبوا بحقوق الاب والام رغم ان هم ما عملوش اي حاجه كانوا المفروض يعملوها تجاهكم، وانتوا حاسين ان انتوا مش قادرين تعملوا ده، ما تسمح لهمش يبتزوكوا عاطفيا. وليكوا كل الحق ان انتوا تحطوا لهم حدود وتبعدوا عنهم عشان ما تخليهمش يرجعوا تاني يبقى تاثيرهم سام ومؤذي في حياتكم.